السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اهلا بيكم مع عزة فهمي واسرار المطبخ. هنبدأ بالصلاة والسلام على رسولنا الكريم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنعمل تفريزات مهمة جدا. الكرنب ناس كتير جدا بتحبه، ولما بتيجي بتعمله بتكسل عليه، تقول لك ده بياخد وقت مني في التقطيع والتسبيكة والخلطة وده وده وده. احنا بقى النهارده هنسهل الموضوع مع نفسنا جدا، وهقول لكم طريقة حلوة تقطعي بيها الكرنب مربعات. هيطلع زي المسطره، وكمان هيقعد معاكي طول السنه مش هيجلد. بصوا انا هنا جبت كرومبتين وسط مش كبار، فقطعتهم شلت الراس بتاعتهم، العظمه اللي في النص دي، عشان يبقى سهله اللي احنا نفرط الورق بتاعها. انت ممكن لو هي صغيره ممكن تحطيها في الحله على طول، عايزه تفرطيها كده تفرطيها، بس انا بالنسبه لي عشان الورقه تطلع مربعات وزي المسطره بفرط كل ورقه على المقاس بتاعها، كل مقاس مع بعضه. زي ما انتوا هتلاحظوا كده ان انا بفرط كل مجموعه ورق قد بعضها فوق بعضها، عشان لما اجي اقطع يبقى الورق كله قد بعضه، يبقى زي المسطره وما هقدرش وابوظ فيها حاجه. وبالنسبه انا لما بشيل عظمه كده وبقطع، الموضوع بيبقى سهل معايا، الكربه ما بتتكسرش مني. ماشي، هروح بقى احط الحله على النار لحد ما اقطع بقيه الكرنبه. انا جبت حله على النار، هحط فيها الميه بتاعتي وهنزل فيها بحبه خل ده عشان الحله بس ما تطلعش الالومنيا بتاعتها، وهولع عليها النار. هنا بقى بص انا قطعت الكرنب كله كل مقاس على بعضه، وهسلق كل مقاس مع بعض عشان خاطر يساعدني في التقطيع ويبقى سهل عليا. هنا بصوا بقى الميه قامت بالغليان، هنزل بحبه كمون صغيرين عشان بس الريحه وما يعملش انتفاخ او اي حاجه. عايزه اقول لكم ولا في اي ريحه كرنب في الشقه ولا اي حاجه خالص. هنزل بقى بكل مقاس كده زي ما انتم شايفين على بعضه. يا دوبك انا هحط الكرنب يا جماعه في قلب الميه يدبل وهطلعه، مش عايزه الكرنب يغلي ولا يستوي ولا اي حاجه، ده هو هيقعد في الفريزر وهيكمل سواه. هنا بقى كده انا بغطس، وبعد كده يا دوبك ثواني كده واروح مطلعاه في المصفى. هو كده خلاص لقيته دبل، هطلعه بقى في المصفى. ولو وصلتي لحد هنا خليكي معايا عشان خاطر هقولك هنعمل فيه تاني حاجه مهمه جدا هنعملها معاه. بصوا اديني طلعته كده كله، هحط بقى ورق بداله اهو. بصوا باين قوي الورق مقاس بعضه. ماشي، وهاخد بقى الكرنب اللي انا طلعته في المصفى ده، شوفوا هعمل فيه هاجي هنا تحت الميه الجاريه كده تحت الحنفيه كروانه فيها ميه، وهنزل فيها بالكرنب اللي لسه مطلعاه من الحله. هعمل له صدمه كده على طول. كده انت عملتي له صدمه بتوقفي السوا بتاعه. خلاص، همسك بقى كده اهوت اطلعه كده من الميه كده، هرصه على اتنين، كل مقاس فوق بعضه كده، عشان لما اجي اقطعه ما افضلش ادور بقى على كل ورقه مقاس التانية وادور على اختها وده كبير وده صغير. لا لا لا، لازم يبقى الموضوع منظم عشان ما ياخدش معاكي اي وقت. عايزه اقول لكم اللي الكرنب ده ما خدش مني اكتر من 5 دقايق، هو وقته كله في السليق. خلاص، هنا بقى بصوا هوريكم بقى التقطيعه السهله الجميله جدا اللي بتطلع الورق زي المسطره. انا بجيب كل ورقه كده بحطها على اختها وافردها كده من الجناب، بتنيها اتنين، بحط العظمه على العظمه والجنب التاني مع بعض، وبخليها مفروده كده، ما تخليش اي ورقه متنيه. وبتيجي كده من الجزء بتاع العظمه كده بدوبك بتشيل عظمه زي مثلث كده، مفيش ورق ولا اي حاجه، يا دوبك العظمه. والجزء المقفول خالص ده يا دوبك بتاخدي منه حاجه بسيطه تفتحي عشان يتفتح، عشان الورق يكون مفتوح. وبتيجي تسوي الاطراف كده من الجنبين. ماشي، ومن النص كده تقطعي اتنين، وهتحطيه على بعضه مربعات بقى كده. شايفين؟ شايفين الورق كده كله متساوي قد بعضه ازاي؟ هوريكم برضو تاني. بجيب الورق بفرده، بحط العظمه على عظمه، ما تخليش اي ورقه متنيه. ماشي، بتحطي بقى ورقتين 3 4 5 10. في ناس بيعملوا بال10 ورقات، انا بوريكي في كام ورقه عشان تبقي تاخدي بالك كويس جدا. انا بعمل في اكتر من كده يعني. شلت العظمه وهاجي عند الجزء المقفول ده يا دوبك هشيله سنه، واسوي الاطراف من كذا جنب.
من الجنبين دول بس. هتقطعها بقى 2. هقطع الجزء الاول ده لوحده عشان هلاقيه رفيع، واخد دي 2. شايفين شكله كله قد بعض، ما بياخدش اي وقت والله العظيم 3. وعايزه اقول لكم العروق اللي انت بتطلعيه واي ورق زيادات بتطلعيه مفيش اي حاجه ترميها، ده كله ده هتحطيه في قلب المخلل. مش بنهدر من الكروم باي حاجه. بس اهم حاجه وانت بتعملي لازم تفردي الورقه، ما تبقاش ورقه متنيه ورقه كده، وهو مش بياخد وقت خالص على فكره. بصي بتشيلي العظمه وتفتحي الجزء المقفول ده اهو، بتساوي الاطراف، وفي الاخر بتقطعها 2. مفيش اسهل ولا ابسط من كده. الاول كنا بنمسك ورقه ورقه، بنمسك الورقه بنلفها، لا كده سهل جدا. بيبقى الورق كله مقاس واحد، بتيجي تعمليه ما بياخدش وقت منك خالص. ماشي. هنا بقى بالنسبه للعروق همسكها اقطعها، احط عليها حبه ميه بحبه ملح بشطه، وبعد كده احطها على سواء عندك مخلل ليفت، مخلل فلفل، اي مخلل ليمون، اي مخلل موجود عندك بتحطيه عليه، تبقى طعمها حلو جدا. وعايزه اقول لك بقى انت لما بتفرزي كرنب او بتفرزي اي تفريزات بتبقى بالنسبه لك في رمضان سهله جدا. انك انت في رمضان بيبقى بقى عندك وقت للعباده، عندك وقت تحضري في الاكل، عندك وقت لمذاكره ولادك، لان هيكون في عندنا معظم وقتنا هيبقى في عندنا هيبقى معظمنا هيبقى عندنا امتحانات. بصوا يا جماعه، انت هنا ايه، جهزنا الكرومبه بتاعتنا، جهزت الخلطه بتاعتك، هيبقى الموضوع سهل معاكي يعني. زي ما انتم شايفين كده، انا بقول لكم بصوا قطعته، وده الورق الاخضر اللي انا هحطه تحت الكرنب في الحله. خلاص. هنا بقى همسك بقى كل يعني كل كرنبه في طبقين هحطها حسب عشان اعرف احطها في الفريزر ما تاخدليش مكان. هحط الورقه الخضراء من تحت وعلى صفين. ماشي. انت بقى عايزه تعملي كرنبه كامله مثلا طبقين مع بعض، عايزه تعملي طبق واحد صفين على قد حله صغيره، فايه بيبقى عندك ايه الموضوع سهل. بص انا حطيت الورق من تحت الاخضر وفي ايه الكرنب، وبتيجي ريحي بقى عندك استرتش بتقفليه، عندك كاس تلاجة بتحطيه زي ما انت عايزه. والله يا جماعه الكرنب ما خدش مني اكتر من 5 دقايق بصراحه. التقطيعه دي سهله جدا وعجبتني قوي والله، وريحتني قوي، ما خدتش مني اي وقت. شايفين شكله عامل ازاي؟ والله زي المسطره، كله فوق بعضه زي المسطره. انا عايزه اقول لكم انا عملت كميه كبيره، مش دول بس، فحسيت ان انا ما خدش مني اي وقت وما هدرتش وقت ولا هدرت في الكرنب، فريحني جدا. يلا بقى كده قومي هاتيلك كده كرنبتين 3 وفرزيهم عشان خاطر رمضان، وفرزيهم عشان خاطر الشتاء، لان ده الموسم الشتاء بتاعهم احلى كرنب بتفرزين. وانا هنا وصلت لنهايه الفيديو بتاعي. لو وصلت لحد هنا ما تبخليش عليا بالكومنت والدعوه الحلوه واللايك والاشتراك لقناتي وتفعلي زرار الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.